ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب يا رب يا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معانا من مطبخ مارجو أكلة كلنا بنعشقها وبنموت فيها. معانا ايه يا ترى؟ معانا صينية سردين اسكندراني محترمة، الملح والكمون والفلفل الأخضر والمشطشط هتاكلوا صوابعكم وراها، بالأخص لو جبتوا عيش طازة. هقولها لكم بكل تكاتها وحركاتها صينية السردين من مطبخ مارجو، بس استنوني وخليكم معايا بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. ودلوقتي معايا كمية السردين اللي أنا عايزة أعملها. كل واحدة عارفة أسرتها بتستكفى قد إيه، نص كيلو، كيلو، زي ما تحبي. المهم بتجيبي السردين الطازة وفي ساعتها بتحاولي تعمليه، علشان السردين لو قعد في التلاجة بيبقى مش حلو. طبعا زي ما انتوا شايفيني جايبة كيلو الا ربع او كيلو من السردين الطازة، وبغسله تحت الحنفية بالمية الجارية، وبحاول اخليه نظيف. بنزل منه اي تراب، وبنزل منه اي حشائش جاية من البحر، وببتدي اصفيه حلو جدا من المية، علشان بتبقى مش حلو لو حطيت مية في الصينية بتاعته. شايفين السردين شكله حلو وبيلمع ازاي وعينيه صاحية؟ ده دليل على انه طازة جدا. معايا كمية من الفلفل، ومعايا فلفلة حامية وملح وكمون، ومعايا كمية حلوة كده من الليمون، وحوالي نص كوباية من الزيت. طبعا جبت السردين وغسلته وابتديت ارصه بشكل حلو في الصينية، علشان كلنا عارفين المبدأ اللي بتشتغل بيه مارجو في مطبخها، ان العين بتاكل قبل البق. برص السردين رصة حلوة كده، وببتدي احط عليه الحباش بتاعه. ايه الحباش بتاعه؟ قبل بحط اي حاجة لو حطيت الحباش الاول، الزيت والليمون اللي هحطه هياخد الحباش وينزل. فاول حاجة ببتدي بيها هي الزيت. بحط كمية من الزيت حلوة لان السردين بيستوي فيها، وابتدي احط كمية من الملح وكمية من الكمون بحيث ان تقطع فيه وتاخد طعمه الحلو. حطيت كمية من الملح الحلوة، وزي ما انتوا شايفيني هحط كمية من الكمون. ريحة الكمون بتبقى تحفة لما بتتحط على اي حاجة، والكمون من ضمن البهارات اللي بتبقى مفيدة جدا للجسم، بتحافظ على الجهاز الهضمي وبتنظم عملية الهضم بالاخص الغازات. طبعا حطيت كمية الملح وحطيت كمية الكمون. هبتدي اعصر كمية ليمون محترمة كده، لاني بيطعمه وبتديله طعم تحفة. استنوني ما تروحوش معايا في اي حتة، استنوني هعصر الليمون على صينية السردين بتاعتي واجيلكم. شايفين شكل الصينية؟ لسه ما كملتهاش وطالع ريحتها بسبب الكمون والليمون تحفة. يمي يمي، عاشت ايديك يا بنت يا مارجو. طبعا السردين ما ينفعش يتاكل حاف. همسك الفلفل بتاعي وابتدي اغسله تحت المية الجارية حلو جدا، وهنضفه وهقطعه حتت، ولا هي صغيره ولا هي كبيره، بحيث ان لما بنقطع الفلفل حتت صغيره قوي بيفقد من القيمه الغذائيه بتاعته اللي هي الفيتامينات والاملاح المعدنيه. هقطع كل كميه الفلفل وهجيلكم، ما تروحوش في حته تانية. طبعا قطعت كل كميه الفلفل وابتديت ارصها رصه حلوه فوق كل السردين بتاعي، بحيث ان الفلفل يستوي مع سوى السردين. لان انا بعرف ان السردين استوى من لون الفلفل، بيبقى السردين متغطي كله بالفلفل، فبعرف ان السردين استوى من لون الفلفل. بيبتدي لونه يدبل حبة ويبتدي خضاره يفتح. ودلوقتي هتشوفوا معايا ازاي هسوي صينية السردين. انا مش بقول لكم شفوي وبس، مطبخ مارجو بتقول لكم الحاجات عملي. خلصت تقطيع الفلفل وابتديت ارص الرصه الحلوه فوق السردين، وطبعا كده الفلفل مش اخد اي نوع من البهارات او الحياء. هبتدي احط على الفلفل بقى كميه من الملح وكميه من الكمون غير اللي حطيتها على السردين. زي ما انتوا شايفين اهو، ادي كميه حلوه من الملح، لان الفلفل ده بعد ما بيستوي جوه الفرن على السردين بيبقى طعمه خرافي. كلنا بنغمسه زي السردين بالظبط، بيبقى طعمه حلو جدا.
شايفين المنظر؟ شكل الصينية مشهي جدا. طبعا انا حضرت الصينية، عايزة تسويها في ساعتها سويها، عايزة تسيبيها شوية في التلاجة وتطلعيها قبل الاكل بالظبط، لان انا بحب اطلعها من الفرن على التقديم بالظبط، ساعة الغدا بالظبط. هبتدي اشغل النار بتاعتي، اشغل الفرن، وهحط صينية السردين جوه الفرن بتاعي، وهبتدي اشغلها على 180. طبعا اثناء ما هي بتستوي مش عايزة اقول لكم ريحتها ازاي تحفة تجنن، يامي يامي. عاشت ايديك يا بت يا مارجو، احلى صينية سردين في الدنيا دي كلها ولا ايه؟ ريحتها تجنن، طعمها تحفة. انا عايزاكم تيجوا تشموا الريحة معايا. طبعا صينية السردين جوه الفرن بحاول ما افتحش عليها كتير علشان تستوي قوام، لان كل الجيش واقف وراي عايز ياكل، جعانين 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 بسبب الريحة اللي طالعة. استوت صينية السردين، وطبعا باين من لون الفلفل معايا، الخضار بتاعه دبل حبة، ريحة الكمون طالعة تجنن. السردين علشان مش كبير قوي، وانا اساسا مش بحبه كبير قوي، بطلع الصينية من الفرن وابتدي احطها على سفرة التقديم، وطبعا كلهم قاعدين مستنيين صينية السردين. بناخد بالشيالة وبحط في كل طبق وبالهنا والشفا. ودلوقتي اللي شاف ازاي عملت صينية السردين التحفة دي يتابع مطبخ مارجو ويلاحظ معايا، يكتب لي احلى كومنت ويديني احلى لايك، ويستناني في الوجبة الجاية هتبقى احلى واحلى. هعلمك تعملي كل حاجة في مطبخك، هتاكلي انتي واسرتك احلى اكلات من مطبخ مارجو. تابعيني في الاكلة الجاية واكتبي لي احلى كومنت واديني احلى لايك، وقولي لي انتي بتتابعيني منين، هل ينفع اكون شيف مارجو ولا لا؟ عاشت ايديكي يا بنت يا مارجو ولا لا؟ ودلوقتي اديني اللايك والكومنت واستنيني في الاكلة الجاية. بحبكم كلكم، باي باي.